أهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست. يلا ماركتينج. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل واحد فينا، وهو التسويق الشخصي وإزاي تقدر تستفيد منه عشان تحقق أهدافك وتنجح في شغلك أو حتى في حياتك بشكل عام. خلينا نبدأ بأبسط تعريف للتسويق الشخصي. ببساطة التسويق الشخصي هو الطريقة اللي بتعرض بيها نفسك ومهاراتك للناس، بحيث تكون مميز ومختلف في سوق العمل أو في المجتمع اللي أنت فيه. التسويق الشخصي مش بس عن الكلام اللي أنت بتقوله عن نفسك، لكن كمان على الحاجات اللي بتعملها والطريقة اللي بتتصرف بيها، وحتى الحاجات اللي بتنشرها على السوشيال ميديا. وعشان نعرف ازاي نستخدم التسويق الشخصي صح، هنعرف ازاي نستفيد منه في الخطوات التانية. خليني اقول لك كام خطوة تبدأ بيهم عشان تعمل تسويق شخصي ناجح. اول حاجة انك تعرف نفسك كويس. لازم تكون عارف نقاط القوة بتاعتك وايه الحاجات اللي بتعملها بشكل مميز عن غيرك. خد وقتك وفكر ايه اللي يخليك مختلف ومميز. اسأل نفسك أسئلة زي إيه المهارات اللي عندي وإيه اللي بتفيد الناس، إيه اللي بحبه وعندي شغف فيه. تاني حاجة حط خطة واضحة. مش هينفع تمشي بدون خطة، لازم تحدد إيه أهدافك من التسويق الشخصي وإيه الرسالة اللي عايز توصلها للناس. الهدف ده ممكن يكون تطوير مسارك المهني، إنك تجذب عملاء جدد في شغلك، أو حتى بناء سمعة مهنية كويسة. كتابة الخطة دي مهمة عشان تكون مرجع ليك وتقدر تتابع إزاي بتقدر تتقدّم، وإيه هي خطوات تقدُّمك، وإيه اللي أنت بتحقّقه من الخطة دي. تالت حاجة يا صديقي، حدِّد جمهورك المستهدف. التسويق الشخصي مش معناه إنك تبقى مشهور عند الكل، لأ. ما فيش حد كل الناس متّفقة عليه أو كل الناس تعرفه، لكن في حاجة إن الناس اللي أنت عايزها تعرفك هي اللي هتعرفك، عند الناس اللي تهمك في مجالك. حدِّد مين الأشخاص أو الفئات اللي عايز توجّه لهم رسالتك، وابني رسالتك وطريقة عرضك بناءً على اهتماماتهم واحتياجاتهم. رابع حاجة، طوّر من مهاراتك باستمرار، سواء كنت بتقرأ، بتحضّر ورش عمل، أو بتتعلم حاجة جديدة. كل ده بيثبت للناس إنك شخص متطوّر ودايمًا عندك جديد. مهم جدًا إنك تكون متابع للتطورات اللي في مجالك، وتتعلم كل ما هو جديد عشان تفضل في المقدمة، أو تبقى من الناس المعروفة في المجال بشطارتها وإنها مميزة. خلّي بالك، كل ما تتطور من مهاراتك، كل ما زادت نسبة وصولك لجمهورك. خامس حاجة، خلي ليك وجود قوي على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ما بقتش حاجة عادية في زماننا ده، لا، السوشيال ميديا بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولازم تكون بتستخدمها عشان تعرض شغلك وآرائك وتبني شبكة قوية هي من العلاقات. حاول تكون نشط على المنصات اللي فيها جمهورك المستهدف، زي لينكد إن لو بتشتغل في مجال الأعمال، أو انستجرام لو شغلك بصري أكتر. سادس حاجة يا صديقي، قدم قيمة حقيقية. محتواك لازم يكون مفيد وجذاب، سواء كنت بتنشر مقالات، فيديوهات، أو حتى بوستات قصيرة. لازم تكون بتقدم قيمة للناس، سواء معلومات جديدة، رأي مميز، أو تجربة شخصية ممكن يتعلموا منها. الناس بتحب اللي يقدر عقولهم، فخليك يا صديقي بتقدم قيمة قيمة. آخر حاجة معانا إنك تبني علاقات قوية. التسويق الشخصي مبني بشكل كبير على العلاقات. حاول تتواصل مع الناس في مجالك، شارك في فعاليات، احضر مؤتمرات، كن جزء من مجتمعات مهتمة بنفس اهتماماتك. العلاقات دي هتفتح ليك أبواب وفرص ما كنتش تتخيلها، فخليك دايما على علاقات قوية. وهديك دلوقتي أمثلة لبعض الأشخاص وشركات نجحوا في التسويق الشخصي. عايزك تفكر في أمثلة حقيقية لأشخاص نجحوا في التسويق الشخصي. هنلاقي مثلا جاري في. جاري في اللي هو مثال حي للتسويق الشخصي، اللي بنى اسمه وشهرته من الصفر، وده كان بفضل التسويق الشخصي القوي على كل المنصات. جاري كان بيستخدم السوشيال ميديا بشكل ذكي، بيشارك أفكاره ومعلوماته بشكل يومي تقريبا يعني. وده خلاه واحد من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم ريادة الأعمال والتسويق. كمان لو جينا نبص على شخصيات عربية، هنلاقي أمثلة زي الدكتور طارق الحبيب اللي قدر يبني سمعة كبيرة في مجال الصحة النفسية من خلال تقديم محتوى مفيد ومتجدد، سواء على قنوات خاصة أو من خلال ظهوره الإعلامي المستمر.
أما بالنسبة للشركات فخلّيني أقول لك إن شركة زي أبل قدرت تبني اسم قومي مش بس من خلال منتجاتها، لكن كمان من خلال التسويق لشخصية ستيف جوبز اللي كان واجهة الشركة وروحها المبدعة. ستيف جوبز كان بيعرف إزاي يسوّق نفسه كقائد مبدع وملهم، ده انعكس بشكل كبير على صورة أبل في أذهان الناس، وده فارق كتير يعني. تعالَ بقى أقول لك يا صديقي إزاي تبدأ تطبّق التسويق الشخصي النهارده. ابدأ بتحديد صورة ذاتية لنفسك على السوشيال مبدئيًا يعني. انشر محتوى يعبّر عنك وعن اهتماماتك وشارك بانتظام. أهم حاجة، أي حاجة عشان توصل لنجاح فيها إنك تكون منتظم عليها. خلّينا متفقين الاستمرارية هي الوسيلة للنجاح. استخدم لغة حقيقية وصادقة، وركّز على علاقات قوية قبل ما تفكّر في الاستفادة منها. افتكر إن التسويق الشخصي عملية مستمرة مش حاجة بتخلص في يوم وليلة. في النهاية التسويق الشخصي مش مجرد كلام نظري، ده أسلوب حياة بطريقة لما تبدأ تهتم بتسويق نفسك بشكل صحيح هتلاقي فرص جديدة بتفتح قدامك سواء في شغلك أو في حياتك. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن التسويق الشخصي في يلا ماركتينج. أتمنى تكونوا استفدتوا وتحمستوا وتبدأوا أول خطوة في بناء صوركم الشخصية أو البيرسونال براندنج الخاص بيك. أشوفكم الحلقة الجاية من بودكاست يلا ماركتينج. أنا عاطف عبد العزيز. متنساش تعمل فولو ولايك وكل حاجة من اهتماماتكم لينا أو دعمكم لينا هيفيدنا عشان نستمر. شكرا ليكم.